رسميا باريس يصنع المعجزة ويحقق دوري أبطال أوروبا، البطولة الأغلى في العالم على حساب الإنتر. قلت لكم أن باريس هو الفريق الأكثر تكاملا في العالم والذي يمتلك في كل مركز لاعب يستطيع أن يصنع الفارق بنفسه. بعد بداية المباراة ب10 دقائق فقط استطاع الأسد المغربي أشرف حكيمي أن يقوم بتحرك عبقري ويتحول من ظهير إلى رأس حربة صريح ويسجل هدف المباراة الأول. وهذه ليست المرة الأولى لحكيمي هذا الموسم، فهو بلا شك أحد المفاتيح الذهبية لباريس سان جيرمان هذا العام. حكيمي أثبت أنه الأفضل في مركزه في العالم هذا العام، بل واحد من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق. بعدها ب10 دقائق فقط استطاع دوي أن يسجل الهدف الثاني بكل سهولة. باريس جعل المباراة النهائية هي الأسهل في الموسم. لويس إنريكي قاتل الأفعى إنتر ميلان، الفريق الذي لم يحضر المباراة النهائية قط. أستطيع أن أقول أن باريس جعل هذه المباراة هي ختام للسيمفونية الممتعة للبصر والساحرة لكل من له آذان صاغية. نعم، سجل باريس الهدف الثالث والرابع والخامس، ولكن كل هذا كان مجرد تغليف أو ختامية للمتعة التي قدموها. وفي الختام نعم توج من كان يستحق هذه البطولة. وأنت ما رأيك في هذه المباراة؟ هل ترى أن باريس استحق هذه المباراة بجدارة أم أن إنتر ميلان ما أضاع الفرصة من بين يديه؟ اترك لنا رأيك في التعليقات ودعنا نتناقش سويا، وإلى اللقاء.